أهلا بحضراتكم في يوم جديد من أيامنا في اسكندرية بسرعة جدا وبدون أي مقدمات. إيه اللي بيحصل النهاردة في اسكندرية وإيه اللي إحنا كلنا متابعينه وكل منصات التواصل الاجتماعي؟ مفيش أي كلام النهاردة غير عن اسكندرية. خلينا بقى بسرعة جدا جدا أقول لحضراتكم موجودين دلوقتي في قلعة قايتباي. إيه اللي بيحصل وإيه الزيارة بقى المهمة جدا جدا اللي موجودة دلوقتي في مكتبة اسكندرية، وإيه اللي بيحصل او ايه الهدف من الزيارة، وايه يوم المدن اللي احنا سامعين عنه. خليني اقول لحضرتك بقى بسرعة جدا. يوم المدن ده بقى بيبقى يوم عبارة عن احتفال سنوي بيتم طبعا كل عام، ولكن كل عام بيحصل في مدينة مختلفة، يعني ما بيكونش فيه تكرار للمدن. كل عام بيبقى في مدينة مختلفة. والنهاردة زي ما احنا شايفين موجودين في قلعة قايتباي، واللي قدام حضراتكم ده الممشى السياحي اللي هنتكلم عنه النهاردة باستفاضة وهنعرف ايه اللي بيحصل. طيب الزيارة موجودة فين دلوقتي؟ الوقت اللي احنا بنتكلم فيه الزيارة كانت موجودة من الصباح الباكر طبعا بحضور رئيس مجلس الوزراء، موجودة في مكتبة اسكندرية عشان طبعا معاهم ضيوف جايين من خارج مصر. كمان موجود محافظ اسكندرية الفريق أحمد خالد حسن. اللي حضراتكم شايفينه طبعا قدامنا دلوقتي في الصورة ده كان أعمال تطوير وتأهيل منطقة قلعة قايتباي. قبل الزيارة تم طبعا إزالة جميع الناس اللي كانت موجودة داخل القلعة، سواء بقى بياعين خان الخليلي، سواء البياعين اللي كانوا موجودين تحت، الناس اللي كانوا فارشين. شايفين ده شكل القلعة. زي ما احنا شايفين يا جماعة القلعة النهاردة هيجي لها كبار زوار من كل مكان في العالم. طيب ايه اللي هيحصل بقى النهارده في الممشى وايه قصة الممشى؟ خليني بس الاول اقول لحضراتكم النهارده يوم المدن العالمي تحت شعار مدينة افضل حياة افضل. ده الشعار باب المؤتمر بتاعنا بتاع النهارده 31 اكتوبر ان شاء الله، بداية شهر جديد بكرة. وخدوا بالكم كمان لو متابعيني دلوقتي فالساعة هتتغير النهاردة الساعة 12 بالليل، عشان بس حضراتكم تكونوا عارفين. اللي موجود بقى قدامنا ده احد المشروعات او احد الحاجات اللي بيتم تنفيذها حاليا في قلعة قايتباي. ايه اللي بيحصل قدامك ده؟ هقول لحضرتك ده ممشى قلعة قايتباي. المفروض كلنا كنا عارفين ان جزء من اجزاء الزيارة بتاعة النهاردة هيتم فيه افتتاح الممشى اللي احنا شايفينه، الممشى اللي موجود جوه البحر. ولكن من خلال بقى متابعة استاذة جيجي رضوان عرفنا ان الممشى اللي هيتفتح النهاردة ده مش هيبقى افتتاح كامل، لا ده هيبقى افتتاح جزئي. طيب افتتاح جزئي ازاي؟ انا عايز ادخل اتمشى على الممشى لحد جوه، هقول لحضرتك لا اللي هيحصل النهارده افتتاح جزئي لممشى قلعه قايتباي مع زياره رئيس مجلس الوزراء. الزياره لسه ما وصلتش، بعد وصول الزياره هيتفتح افتتاح جزئي. طيب الافتتاح الكامل هيبقى امتى؟ او امتى انا هقدر ادخل لحد جوه الممشى واتمشى على الممشى واوصل لحد مرسى اليخوت؟ هقول لحضرتك شهر مارس القادم، مارس 2025 ان شاء الله هيكون تم الافتتاح الكامل لممشى قلعة قايتباي. الممشى بكل صراحة خليني بس اقول لحضراتكم انا شايف بقى ان الممشى جاهز جدا جدا. انا دخلت على الممشى ده يا جماعة وصورته لحضراتكم. ان الممشى ده يا جماعة انا شايف انه جاهز، يعني مفيش اي حاجة كانت بتعوق الافتتاح الكامل. ولكن استاذه جيجي حاولت طبعا تسال لنا وتعرف موعد الافتتاح الكامل امتى، فعرفت ان موعد الافتتاح الكامل هيكون مارس من 2025. منطقه القلعه اتغيرت بالكامل، مفيش خلاص اي بياعين موجودين جوه القلعه. طيب ايه مصير بقى البياعين او ايه اللي هيحصل مع البياعين؟ كنت نزلت فيديو لحضراتكم من كام يوم واتكلمنا عن بياعين خان الخليلي باستفاضه، واتكلمنا ووضحنا كل حاجه لحضراتكم خاصه بموقف البياعين، وهل في إمكانية لعودة الناس دي ولا لا. كل حاجة موجودة في الفيديو عندي كامل على القناة. خليني بس أقول لحضراتكم القلعة أصبحت حاجة في منتهى الجمال، من أكتر الأماكن اللي أنا يعني مبسوط جدا جدا من متابعتها. تابعتها معاكم من فترة كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني احنا حاولنا على قد ما نقدر نغطي كل أخبارها من بداية المشروع. شايفين يا جماعة كل اللي احنا بنشوفه ده الهدف منه بقى كان في البداية حماية للقلعة. كمان عايزين نحمي القلعة ولكن نعمل شكل جمالي، نعمل حاجة نقدر نستفيد منها، حاجة تغير شكل القلعة ويبقى المنظر جميل جدا. وبالتالي تم إنشاء الممشى اللي احنا شايفينه، الممشى اللي موجود في قلب البحر. كل ده لسان يا جماعة، اللسان ده بالكامل لافف حوالين قلعة قايتباي. اللسان ده كمان بيحتوي على مرسى يخوت. وعايز اقول لحضرتك ان ده
احد المشروعات اللي تم تنفيذها. يعني الموضوع مش بس مقتصر على موضوع اللسان اللي جوه القلعه والممشى، لا ده في اكتر من مشروع بيتم تنفيذهم كلهم خاصين بالتغيرات بقى المناخيه وحمايه المدن. والتغيرات المناخيه دي هي عنوان المؤتمر الرئيسي النهارده او عنوان يوم المدن. وخليني بقى اقول لحضراتكم معلومه مهمه جدا جدا. يوم المدن ده احنا استضفناه هنا في مصر عام 2021، ولكن الاستضافه دي ما كانتش في اسكندريه للاسف، كانت في مدينه الاقصر. هتقولي بتقول للاسف ليه؟ هقول لك لاني بحب مدينتي وبفضل مدينتي على اي مدينه. الاقصر جميله، اسوان جميله، ولكن انا بتمنى ان كل المؤتمرات كل الزيارات المهمه تبقى عندنا هنا في اسكندريه. اسكندريه يا جماعه جميله جدا جدا، وبجد اللي ما جاش اسكندريه فايته كتير جدا. فالمؤتمر ده كان تم استضافته عام 2021 في محافظه الاقصر. اول مره بقى كان يتعمل فيها المؤتمر ده، او الفكره جت عام 2014 وتم تنفيذه في شنغهاي في الصين. شايفين ده الممشى اللي انا بقول لحضراتكم عليه، والممشى ده هيتفتح ان شاء الله افتتاح جزئي مش افتتاح كامل. الزياره هتوصل دلوقتي وهنشوف ونتابع مع بعض من خلال متابعتكم معانا. لو اول مره بقى بتشوفنا ما تنساش تدعمني بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصل لحضرتك مننا كل جديد. احنا كنا دخلنا طبعا وصورنا الممشى ده لحد نهايته، ولكن النهارده هيبقى لسه افتتاح جزئي، يعني مش هنقدر نكمل ونوصل لحد نهاية الممشى ده لحد الآخر. فالافتتاح بقى جزئي، هنحاول نستحمل ونحاول نفضل نبص لجمال الممشى. انا كل ما بعدي قدام الممشى بقى داخل منطقة القلعة بفتكر اليوم اللي طلعت طبعا جوه اعلى الكوبري، ووريت لحضراتكم كمان مرسى اليخوت، لفينا واخدنا جولة كاملة. فالمنطقة فعلا بقت جميلة جدا جدا، المنطقة اتغيرت. طيب ايه اللي ناقص هنا او ايه اللي هيحصل؟ باقي بس نعرف الموقف النهائي لبياعين خان الخليلي. الناس دي بقى هيتعمل لها بازارات بشكل حضاري ولا لا؟ الناس دي هتكمل في القلعة ولا هيكون ليهم مكان بديل؟ نعرفه مع بعض في خلال الايام القريبة القادمة بإذن الله من داخل قلعة قايتباي. يوم المدن 31 اكتوبر يوم من اهم الايام اللي شهدتها محافظتنا اسكندريه. زي ما احنا شايفين منطقه القلعه بالكامل يا جماعه تم تطويرها، وحاليا في وفد رسمي طبعا في انتظار دخول رئيس مجلس الوزراء لاجل بقى الافتتاح التجريبي لممشى قلعه قايتباي. الممشى حاجه في منتهى الجمال، وتم كمان تركيب الاضاءات. الممشى اصبح جاهز، ولكن الافتتاح هيكون جزئي. استنوا بقى معانا فيديوهات في القريب العاجل بعد الافتتاح الجزئي، هنشوف الاجزاء اللي هيتم افتتاحها وهنفضل مكملين متابعتنا. المتابعه مش بس هتقف لحد هنا، وخدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، احنا بنحاول على قد ما نقدر نتابع كل مكان في اسكندريه، مش مقتصر فقط لا غير على المترو وتوسعه الكورنيش. لا، مفيش مشروع بيتم تنفيذه داخل اسكندريه الا لما لازم نتابعه مع بعض. اشكركم جدا جدا على حسن المتابعه، مستني من حضراتكم رايكم في التعليقات في منطقه القلعه بعد الافتتاح الجزئي للممشى. كمان مستني راي حضراتكم في منطقه القلعه بعد الازالات الكامله زي ما احنا شايفين، تطوير كامل وكمان دهن للأرصفة، دهان للأرصفة، حاجة في منتهى الجمال. دمتم في حفظ الله، هتوحشوني جدا جدا. من هنا للفيديو اللي جاي، سلام عليكم ورحمة الله.